السلام عليكم يا غاويين المملكة، بالصلاة على النبي. ده قفص اهوت او صندوق او مكب او حظيرة زي ما بتسميها سميها انت يا غاوي. ليه؟ هي في كل بلد او في كل دولة لها اسم، وداخل الدولة دي في كل قرية او كل مدينة لها اسم، فعادي. المهم ده الوقت انا فحرتها. دي الارضية دي كلها كانت رطوبة تمام. فالوقت هنفرشها رمل وهوريها لكم بعد ما هنفرشها رمل. تمام. هندخل فيها ايه، 2 عربية ولا 3 عربية رمل علشان الفراخ ما تعتلش. وهفرجكم انا هجيب فيها ايه. يعني انا هحط فيها دجاج، ديكين وثلاث دجاجات تقريبا وثلاث اناث. مستواهم جميل جدا، وكان معاهم مشكلة في عينيهم. هقول لكم انا عالجتها ازاي، وطريقة جميلة جدا وفيديو بسيط وهيفيد ناس كتيرة، يعني من مربين الطيور الزينة والطيور عامة. فيلا بينا، هدخل الرمل وهرجع لكم تاني يا غاويين المملكة. ورجعت لكم مرة تانية يا غاويين المملكة، ويلا بينا اهو. كده كده زي ما انتم شايفين اهو. حاجة بسيطة خالص اهو. املى طبعا على قد ما تقدر رمل فرشة تحت رجلهم، ده كويس اهو. اهو طبعا تكون معقم، الحظيرة تكون معقمة. اوريكم ده شكل المعقم اللي هتعقم بيه، او من عند اي بطل تقول له انا عايز معقم لغرف الدجاج. ليه يا جماعه؟ عشان الفراش ما يسيبش الطيور بتاعتك، ما حدش يستهون. والله لما بيقعوا منكم فرخ ب 100 او ب 200 او ب 1000 او ب 2000 مش هتقدر تعوض ثمنه في يوم ولا اتنين. فاحترسوا يا غاويين، انا هنزل الرمله وارجع لكم تاني. رجعت لكم مره تانية يا غاويين المملكه، ده بعد انتهاء الرمل. فوائد الرمل ده عشان العتل زي ما قلت لكم، تكون معقم المكان، تدي لهم فيتامين سي اول ما تنقل الطيور. اي فيتامين سي اول ما تنقل الطيور. هجيب الطيور وهحطها وهرجع لكم تاني عشان اعرفكم ايه نوع الطيور ديت وكام سعرها وكام بتبيض سنويا. يعني هديلكم نظرة عامة او فكرة عنهم كده يعني على السريع. ورجعت لكم مرة تانية يا غاويين المملكة. طبعا هم معايا هم اهو. ده انثى اهي، ده التانية اهي، ده الدكة اهي. ماشي كده اهو. ودولت اهو. تمام. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب. دول كانوا في وسط الطيور وما كانوش ينفعوا هناك. ليه؟ انا عايز اميز البيض بتاعهم. نوع السلالة ديت مفتل. تمام. هو يتسمى بكده عشان ريشه زي الحمام المفتل. شفتوا الحمام المفتل؟ ده دجاج مفتل بقى. طيب. سعر الدجاج ده في مصر يعني ممكن الجوز ب 500، ب 1000، ب 1000 ونص. في حاجات بتوصل ل 3000 على فكرة. طيب عندي حاجة تانية. الديك دوت كان عينيه تعبان زي ما انتوا شفتوا في الصورة كده اهو. تمام. لو عايز بقى تعرف طريقة العلاج زي ما انا عالجته كده، اكتب لي في التعليقات وانا اعمل لك فيديو عن العلاج بتاعه لو انت عندك المشكلة دي بتواجهك يعني. اه. ما شاء الله، حاجات يعني شغل مفتل جميل جدا. ربنا يبارك فيهم يا رب. اه. طبعا الديوك انا عارف ان ما ننصحش ان نخليهم يعيشوا مع بعض، لكن ده في الهندي. ربنا يبارك للجميع. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك. السلام عليكم.